بتختلف. وبعد كده محمد هاني انا كنت لسه بتكلم معاه قلت له انت ربنا بيحبك لان انت طالع في وقت الدنيا هاديه شويه في البوزيشن ده يعني. عمر جابر طلع في وقت ما كانش فيه هزار، كان فيه احمد فتحي وكان فيه محمدي والاثنين ايه قتله فاهم قصدي، كان يعني بيتظلم لكن انت طالع في وقت دلوقتي لا يعني خلاص انت دلوقتي كمان سنه ان شاء الله تبقى انت رقم واحد او رقم يعني من اول يعني واحد او اثنين فاهم. فدلوقتي هو بعيد خالص عن المنتخب اتاخد مره. لكن محمد هاني ستايله اوروبي، محمد هاني باك رايت اوروبي جدا، عشان كده بقول لك حتى لما لعب ماتشات قليله مع النادي الاهلي لكن بازل كان بصوا عليه، في نادي تاني في البرتغال بيبص عليه، في نادي تاني في سويسرا بيبص عليه، في نادي في المانيا بيبص عليه. هو في ناس اسمع دول انا معلومه طبعا وما يهمنيش اسم النادي لا يعني ما اقدرش اقول لك اسم النادي وانا طبعا انا عارف بتعامل مع مين وبتكلم مع مين. انت دايما بترجع للنادي وتشوف مصلحه الاثنين والطرفين يعني انا عمري في حياتي ما ضريت النادي الاهلي، بالعكس انا اكتر واحد جبت النادي الاهلي فلوس. ولا عندك مشكله مع اي حد اتعاملت معاه، ما انا ده اصل دي سيره خالص دي سيره. نادي امبي دخل اكتر فلوس دخلت له من محمد وما خدش منهم ولا مليون. نادي الزمالك اكتر فلوس دخلت له من عمرو زكي في اعاره وما خدش فلوس من نادي الزمالك. اكتر فلوس دخلت النادي الاهلي دخلت من فلافيو وما خدش فلوس من النادي الاهلي. انا دايما بحب ان الفلوس تخش للنادي ويستفيد بيها كنادي مصري كعمله صعبه فاهم. هناك احنا هناك هنتصرف معاهم بقى مفيش مشكله خالص، لكن هنا لا خد حقك تالت ومتلت. مع انك حقك انك تاخد منه ما انا عارف ان حقك بس انا عمري ما عملتها خالص بالعكس. وبعد كده انت في زمن دلوقتي انت عايز عمله صعبه فانت عندك لعيبه طلعهم بقى يعني فاهم قصدي طلعهم بقى خلاص انت كسبت خبره. فعشان كده بقول لك النادي الاهلي اكتسب خبرات ونادي الزمالك اكتسب خبرات واحنا كوكلاء اكتسبنا خبرات برضه فاهم قصدي يعني احنا كلنا اكتسبنا خبرات طبعا. وارجع اقول ان محمد صلاح والنني وصلوك لحته مهمه جدا ان انت ممكن تلعب في احسن انديه في العالم. الاول كان عندنا علامه استفهام فاهم قصدي. دلوقتي هم بيلعبوا واحد بيلعب في روما واحد بيلعب في الارسنال طبعا بغض النظر عن حسام وميدو اللي لعبوا في توتنهام فاهم واحمد حسن لعب في اندرلخت لكن هم خلاص وصلوك ان انت تقتنع ان اللعيب المصري ممكن يلعب في اي حته في الدنيا. سهلوا عليك في جيل كده وقع فاكر في جيل كده وقع وكنا خلاص ما كانش عندنا ولا محترف تقريبا لو فاكر. هم علوا خلاص الطموح بتاع اللعيبه اللي موجودين. فاتمنى ان اكتر من واحد يطلع طبعا. ده محمد هاني بس هو خدك محمد هاني ولد محترم جدا طب لا جدا يا سلام يعني. لا او محمد هادي عنده خبرات اكتر من سنه مش مستعجل. ما احنا بنشوف بص ده بيبان في التعامل وبيبان احنا برضه بناخدهم هم لينا نظره واحنا وهينفع في اوروبا جدا وبكره تقول نادر يعني. المانيا في اوروبا بقى طيب مع بعض ونتابع هنروح من بعض فين ان شاء الله. الحديث لا ينقطع عن رمضان صبحي. انجلترا ايطاليا روما اسبانيا وانت اتكلمت معاه في موضوعيه في مداخله تليفونيه. رمضان صبحي والاحتراف ايه الكواليس؟ رمضان صبحي هو ظاهره خلينا نتكلم ان هو ظاهره طبعا كويس موهبه محترمه وموهبه محترمه. وانا كان عندي تخوف شديد في الحته بتاعه المنتاليتي لكن صراحه مع التعامل مع رمضان حسيت ان هو بني ادم بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه. المواهب شويه في الكوره المصريه بتقلق منهم شويه لان لينا تجارب كتير فانا ابتدي اخدها واحده واحده فاهم عشان ايه بس ايه ما نعيدش القاره تاني تمام. فمن كتر ما انا بتعامل معاه كل يوم بشوف هو بالعكس اما ابتدي اخد دروس انجليزي ابتديت افهم فلوس لا انا مش عايز فلوس طب نادي صغير نادي كبير اللي نشوفه ساعتها في واحد ناضج بيكلمك مش واحد صغير يعني انت رمضان ده دماغه توزن يعني بلد فاهم. فدي بالنسبه للشخصيه والموهبه او الظاهره دي ظهرت امتى؟ السنه اللي فاتت وتألقت السنه دي صح؟ كويس. او السنه اللي قبل اللي فاتت شويه يعني حطت رجليها على الطريق السنه اللي فاتت بشكل خلاص بقى مقنع. السنه بقى ظاهره مقنعه لنادي كبير ياخده طبعا كويس. هل بقى احسن له ان هو يروح نادي كبير ولا احسن له يروح نادي صغير ويبتدي؟ دي كلها ما تقدرش تقول عليها حاجه دلوقتي الا اذا مسكت حاجه في ايدك. هتمسك حاجه في ايدك ان شاء الله تمسك حاجه في ايدك كويس. الدوريات كلها ما عدا الانجليزي سنه يعني حتى لو حد قال لك ليستر جايين يتفرجوا عليه ولا ستوك جايين يتفرجوا عليه ولا يعني اللي بيتردد دلوقتي لليستر سيتي عينيهم على رمضان صبحي وستوك وبيقولوا ستوك برضو خليهم يجوا يتفرجوا مفيش مشكله بس احنا مش هناخد الريسك بتاع الورك بيرميت اللي هو ورق العمل. انت ورق العمل بتاعك انت ممكن تعمل العقد بتاعك وبعدين باسبوعين يقول لك انت ما خدتش الورق العمل بتاعك فاهم قصدي. فليه يعني فاهم قصدي. طب ما نشتغل في اسبانيا شغالين ايطاليا شغالين اي حاجه انت سمعتها
هو اوريدي كان في شغل معاه، بس مش حاجه رسميه اقدر اقولها لك. هي مجرد اهتمامات من الطرف ما الاخر. هو لازم، ما هو لازم يكون في اهتمامات. واحد ظاهره ولاعب لعيب كويس، ومحمد صلاح متالق، وعايزين نجيب واحد زيه. طب هنجيب مين؟ ما هو ده. فهو في حد تاني؟ انت شايف ان في حد تاني؟ لا، وبصمته مختلفه. حاجه تانية. بصمه رمضان انا بقول لك ظاهره حاجه تانية. رمضان حاجه تانية. رمضان طبعا الله اكبر عليه، جسم يشتغل في انجلترا عادي، ما عندوش مشكله. مش الجسم هيقول لك مسنن وبتاع الكلام اللي هو لا سيبك من الهجص ده يعني. مفيش الكلام ده. الواحد بيسمع لا بيعرف يقف على الكوره. بص رمضان عنده كذا ميزه، عنده فيجن وعنده بيعرف يقف على الكوره وبيعرف يعدي، عنده حاجات كتير. حتى انا كنت قاعد اول امبارح مع مكليش، صادفني كنت قاعد معاه يعني، قلت له مين قال لي رمضان. قال لي رمضان هو رقم واحد. هو يعني انا ما اعرفش مكليش على فكره، انا رحت قابلته كده صدفه في الشارع. كل ما تجيب سيره حد تقول لي ما اعرفوش. انا لا ما عشان بس ما حدش يقول لك ان انا جبته. أيوة. انا ابعد نفسي. انت بقيت تحرص قوي يعني. انا طول عمري بحرص لو حد جاي، لكن حد ماشي لا، لان انا واثق من اللي ماشي ده مين. لكن اللي جاي ممكن يكون متالق بره بس ما يتالقش عندي. قعدت مع مكليش قبل ما يمشي. قعدت معاه. قال لك ان اللعيب اللي ملفت قوي في الدوري المصري رمضان صبحي. رمضان ومحمد هاني كمان. ومحمد هاني. قال لك محمد هاني ده هيبقى حاجه جامده جدا. والجون الشناوي اتكلم عليه كويس. وكان بيتكلم عن كهربا كويس برضه يعني. اتكلم عن كهربا كويس جدا. وقال لي عشان انا في بلجيكا رحت جراس هوبرز قعدت. فقال لي هو ايه اللي حصل عشان اعرف ناس بتوع جراس هوبرز يعني. فقلت له حصل طبيعي عدم التاقلم يعني، ده حاجه طبيعيه. لكن هل ينفع يطلع تاني؟ طبعا ينفع يطلع تاني. يعني كهربا لعيب مميز جدا جدا، وان شاء الله ممكن طالع كهربا الفتره الجايه عنده عروض. بص لا ما عندوش حاجه، بس انا بقول لك ممكن يطلع. وخلي بالك مش ممكن ما يكونش اوروبا خالص. طب هو كان عنده رغبه ان هو السنه اللي فاتت كان يتحرك او اول السنه. هل الرغبه دي لسه موجوده؟ انا متاكد من اللي انا بقوله لحضرتك. ما خليني بقى بص، اصل الموضوع بتاع نادي الزمالك ده تمام موضوع شائك قوي. يعني انا ممكن اتكلم عادي وطبيعي بعد كده تحصل مشكله، فبلاش نتكلم عن القصه دي خالص. خلينا في حالنا احسن. هو لسه عقده مستمر مع نادي الزمالك. بس عنده شرط جزائي. ما اعرفش. انا اعرف ماشي. طيب فرمضان بقى عشان نرجع تاني لقصه رمضان. كل سنه وانت طيب. الله ينور. يمكن بقى ربنا يفتحها علينا في رمضان ان شاء الله. انا واثق النادي الاهلي برضو مش هيعارض خالص في قصه رمضان. انا عندي ثقه بس بالسعر المناسب. ما هو الحديث بقى اللي ايه اللي النادي الاهلي مش موافق. لا الناس تطلع تقول لك لو جه العرض يليق بيه ويليق بالنادي احنا لا ده طب انت سمعت الحته بتاعت ان حسام غالي قعد مع رمضان صبحي عشان يقنعه يقعد في النادي الاهلي؟ ما سمعتهاش دي؟ انا حتى لو سمعتها طب ما سمعتهاش؟ يعني لا، ما احنا خد بالك الدراما عندنا عاليه. او حسام غالي يعني بيعمل التشكيل بتاع النادي الاهلي. الدراما عندنا عاليه قوي قوي. الناس قعدت مع مارتن يول خالص ولا ما قعدتش؟ لا ما قعدتش. ما حصلش شرف يعني. بس غالبا هقعد معاه قريب يعني. اكيد هقعد معاه. طبعا احنا عندنا عماد وعندنا حسام وعندنا رمضان ومحمد هاني، فاكيد بره سهل ان انت تقعد مع المدير الفني. حقك انت تقعد مع المدير الفني. هنا لو انت طلبت تقعد مع المدير الفني ما اعتقدش ان هي هتتاخد بالاسلوب الصح. فاهم قصدي؟ بس في الاهلي الناس يعني انت لو عندك طبعا انت لو عندك مشكله مع اللعيب بتاعك، انت اول حاجه بتعملها انت بتتكلم. يعني انا لعيب وعندي وكيل وعندي مشكله، بكلم مين؟ بكلم وكيل. طب اقفل لي موضوع رمضان بس. عايز ايه طيب؟ ما وصلتش فيه لحاجه. طب اسالني وانا ارد. في عروض قائمه دلوقتي لرمضان؟ يعني بالاخر الموسم الجاي ده ممكن نشوف رمضان بره ولا في الاهلي ولا لسه ما تقدرش تحكم؟ 95% بره. 95% بره. رمضان صبحي ان شاء الله يجي له عرض كويس جدا ويكون موجود في دوري بره. طيب ال 95% دول بالثقه دي نقدر نسمع اسم دولي؟ اسم دولي مش عايز فريق. لا طبعا. لا طبعا. مفيش الكلام ده. حلو. لكن في شغل في الدوري الاسباني، في شغل في الدوري الالماني، في شغل في الدوري الايطالي. ايطاليا، فرنسا، هولندا كمان. هولندا مهمه جدا. هولندا بلد مهمه جدا جدا للسن بتاعه. طبعا. ساعتها بقى لما تيجي العرض نبتدي نشوف بقى ده احسن ولا ده واحد. بس انا طبعا 95% بره ان شاء الله. طيب. بتقول لي ممكن لما يبقى في حاجه احب اقعد مع المدير الفني. هاخد لك مثلا من زاويه عماد متعب وانت وكيله. يعني ممكن تقعد مع مارتن يول تقول له انت عينك على عماد، هات لي كاميرا عليه كده وهو بيضحك كده وفهم السؤال. بضحك وفهم السؤال قبل ما اقوله. بضحك لسبب لان
انتوا فهمتوا السؤال طبعا. طبعا حصل ان انا اتكلمت مع عماد في حاجه زي كده. بس تراجعنا، يعني قلنا لا ما حدش شايفها من القصه دي. يعني بغض النظر يعني ما حدش شايفها من انت جاي تعمل ايه؟ ما دي احترافيه ان انت تقعد يعني مع محمد لما يكون عنده مشكله بروح اقعد مع ستيف. فما عنديش مشكله. حبيبنا ستيف ده يعني طبعا يعني بروح اقعد معاه مش عشان حبيبنا، عشان المدير الفني. فاهم. لا كويس. اما كان فايف عنده مشكله في السعوديه كنت بروح اقعد مع المدير الفني. يعني ده طبيعي، بس الوكيل شغلته هو كده. تقابل مارتن يول تقول له يا كابتن مارتن ولا مستر مارتن اللاعب بتاعي ده لعيب مميز، فهل لا ما اقدرش اقول له كده. ما تقدرش تقول لا ما هو برضه هنا ما ينفعش الفاظك في الموضوع. طبعا لا هنا ما ينفعش. لا ما ينفعش تقول انه مميز. انت مش في حته ان انت تحكم هو مميز ولا مش مميز. لا انت هتحكم ايه؟ هو اللعيب بتاعي ناقصه عشان يلعب. ايوه. هو اللعيب بتاعي رقم كام؟ هو يعمل كده عشان يعمل كده. هو طب انت مش عايزه ندور له حاجه ثانيه؟ ليه فرصه في البقاء ولا نشوف له حاجه ثانيه؟ ما بتكلمش على عماد، انا بتكلم عن عماد. لا ده في العموم. ده في العموم. يعني هي دي اللغه اللي بتتقال. ده في العموم. يعمل ايه عشان يبقى اقوى؟ يعمل ايه يعني محمد هاني مثلا يعمل ايه عشان يبقى رقم واحد؟ ده حديث طبيعي على فكره، ده حديث صحي اللي انا بتكلم فيه، ده حاجه صحيحه بقى. طبعا طبعا دي بس مرفوضه بقى. احترافيه بقى. بس مرفوضه بقى، يعني انا بقول لك مرفوضه لكذا سبب. ما عندناش احنا الثقافه هنا بقى الثقافه بتاعتنا كلها. انت داخل انت داخل تعمل شغل. انت لا مش داخل اعمل شغل، انا داخل اشوف اللعيب بتاعي عامل بس. فدي برضو طبيعي جدا. ده حاجه طبيعيه جدا. هنا مش موجود. لا في حاجات كتير مش موجوده يعني. بس احنا بص، انت عارف انا اقول لك حاجه مش عارف توصلك ولا لا. موضوع الاكاديميات اللي موجود في مصر ده، خد مني اللي انا هقوله لك ده. الاوروبيه؟ خد مني الكلام هقوله لك ده انا بسمعه. اللي موجود في مصر ده هيفيد الكوره المصريه كمان مثلا 10 سنين. لان الناس اللي انا بتكلم عليه اللي هو مش طبيعي هيبقى طبيعي. البني ادم اللي هو في ثقافه، فكري بيتغير طبعا. بعد كده العيال بتطلع دلوقتي عندها 16 سنه ما عندهاش مشكله، بتدرس وبتاع. طب انت عارف انا جاي لي مثلا بتاع 4 5 تليفونات على اولاد صغيرين عندهم 17 سنه موجودين في المانيا وفي اسبانيا وبتاع، وعايزين حد وايه شغالين بيلعبوا. ايوه يعني بيلعبوا، عايزين بقى حد معاهم في ظهرهم. فاهم قصدي؟ طب ما ده اسهل لي. يعني ده واحد موجود اوريدي بره وممكن يكون معاه الجنسيه. فاهم قصدي؟ فبقول لك الحاجات دي ممكن انت مش شايفها دلوقتي، لكن كمان 5 سنين هتشوف التاثير بتاعها. ممكن يكون واحد في اكاديميه كذا يروح النادي الاهلي بعقليه ثانيه خالص. فاهم؟ العقليه بتختلف والثقافه بتختلف. عشان كده بقول لك احنا رايحين، بس رايحين امتى بقى؟ لسه شويه. حبالنا طويله شويه. في كل حاجه. في كل حاجه. بس احنا اتمنى ان احنا نكون على الطريق الصحيح. اتمنى يعني احنا وصلنا اول كاس الامم الحمد لله، ابتدينا نرجع تاني. كاس العالم اتمنى ان احنا نروح، وانا متفائل جدا ان احنا نروح. وده هيفيدك طبعا في الكره المصريه. وجود المكليش اما كان موجود ومارتن يول وكوبر، الثلاثه دول هيفيدوك. لانهم عندهم اوريدي خبره دوليه. قعدت مع كوبر ولا مره؟ خالص. لان لما ماسك كنت انا في بلجيكا. ودلوقتي ممكن اقعد معاه قريب. ما عنديش ماكليش انطباع عن الكره المصريه. افندم؟ ماكليش انطباع عن الكره المصريه. ده بيقول ان هو دوري كويس جدا وفي لعيبه كويسه جدا. هو شايف انه نجح ولا ما لحقش يعمل حاجه؟ ما لحقش يعمل حاجه ولا يعمل هو شايف لا ما لحقش طبعا. لا على حسب من الكلام معاه. لا ما لحقش. ما لحقش. خلي بالك ممكن يكرر التجربه تاني في الدوري المصري. لا هو عايز يجربها في طبعا اول حاجه اوروبا، بس بعد كده في اللي هو تونس والشمال افريقيا. يعني هو بيفضل شمال افريقيا عن الخليج دلوقتي. وده يديك الحته بتاعت ان هو مش هيوصل الفلوس قوي. هو عايز يعمل حاجه، عايز يرد على يعني فاهم قصدي؟ عايز الحته دي. هو حاسس ان هو ما وفقش هنا، فبالتالي عايز يعني يمحو الشكل ده بوجوده في مكان كويس برضه في نفس المنطقه. في نفس المنطقه. عايز يعمل كده. لا من الحديث معاه يعني. لكن الناس دي لما تيجي مصر بتفيدك. فاهم؟ بتفيد اللعيب المصري. الاجانب مميزين جدا في الحته بتاعت البدني، خلي بالك. كويس. انا ما بفتيش، انا بتكلم في حاجه انا اوريدي عارفها يعني. فالمدارس دي مهمه جدا، والمدارس دي هتفيد الكره المصريه جدا. بغض النظر بقى انت حبيته ما حبيتوش. ماليش دعوه. مفيش لعيب من اللعيبه اللي معاك يخليني في الصغيرين يقول لك انا عايز نفسي العب اروح في الحته الفلانيه، يعني يقول لك ايه لو جت الحته الفلانيه دي. قصدك في الانديه الكبيره والانديه الصغيره؟ اصل عندي من كل لون. انت شوف انت عايز انا مثلا خلينا في رمضان ومحمد هاني. مثلا اقول لك ايه، بس انا طبعا كابتن نادر لو كان مثلا يعني طبعا برشلونه او الدوله الاسبانيه او اتلتيكو انا حابب بقى طبعا رمضان يقول لك مثلا حابب العب فين. رمضان بص، رمضان حابب يلعب في الارسنال. وبعد كده ريال.
فاهم؟ يعني هو دماغه كده، وهو مش بعيد عن كده. خلي بالك رمضان مش بعيد، لا هو ركز التركيز الصح وما سمعش كلام حد وما هو على فكره كويس قوي انه ما بيقراش جرايد ولا اي حاجه من كده، ولا بيفتح سايتس ولا اي حاجه. هو بيحب تويتر قوي ولا بيحب البتاع الانستجرام وخلاص. لكن ملوش ما بيقراش جرايد، ودي حاجه كويسه. اللعيب دي حاجه كويسه. لكن هو عايز ياخد السكه دي، وهو مؤهل انه ياخد السكه دي، ومحمد هاني برضه هياخد السكه دي. يقول لك انا نفسي اروح فين، او انا شايف نفسي انا ممكن الدوري الاسباني. بس خلي بالك رمضان عايز يلعب في انجلترا، حابب الدوري الانجليزي جدا وعايز يلعب في انجلترا قوي. انا شايفه في اسبانيا قوي. انا شايفه في اسبانيا. الناس البارتنرز بتوعي بتوع انجلترا اللي هم الشركاء بتوعي قال لك ده انجلترا. يعني بص انا الوحيد اللي بقول اسبانيا، كل الناس عايزاه انجلترا. فاهم؟ لان بقول لك زي ما بقول لك جسمه ووقفته مش عايزه يخش في الوعك على طول، عايزه يخش في اللعب الايه؟ واحده وهيروح اللي هو عايزه. والجو بتاع، فاهم قصدي؟ برضه اسبانيا جواها زينا. فانا احب، انا لو سالتني انا احب رمضان يا فين، اقول لك احب في اسبانيا. اول ستيب في اسبانيا او هولندا. شوف بقى الاثنين يعني يا ده يا ده. شفت انا عرفت الترتيب ازاي؟ انت شفت؟ ده رغبتي انا، اللي هيجي ما اعرفوش. طبعا بس ايه اللي ناقص عند اللاعب المصري عشان وانت كده بتقدم السي في بتاعه تقول انا جايب لاعب مميز ومكتمل للاحتراف؟ بص السي في لازم يكون، يعني مش عارف ارد على السؤال ده قوي لان هي مختلفه على حسب النادي، على حسب الدوري، على حسب البني ادم اللي انت بتتعامل معاه هناك. لان خلي بالك مش كل الصفقات ليها دعوه بالكوره. حط دي تحتيها 50 خط. يعني مش كل الصفقات ليها دعوه بالكوره. مالهاش دعوه. لا افهمها. ليه؟ مش واضحه ولا؟ يعني مش واضحه بالنسبه لي. يعني ممكن يكون لعيب مميز بس تاخد الاقل منه شويه. عشان حاجه معينه. مش كل حاجه ليها دعوه بالكوره. ادور دي لا مش قصدي كوره. انا قصدي الكوره بالنسبه لي يعني قوه وسرعه ومهاره ومنتاليتي. دي انت لخصت الكوره كلها. حلو. مالهاش دعوه بدي. ليها دعوه بصفقه، ليها دعوه بفلوس، ليها دعوه بحاجات ثانيه. خلي بالك انا دايما بتكلم على الكوره زي اي مهنه في الدنيا، فيها الكويس وفيها الوحش. طبعا. فيها انت ممكن تاخد صفقه هنا عشان كذا وتسيب الدواء الكويسه، فاهم؟ فيها كده. فالكوره فيها فلوس كتير. خلي بالك الكوره فيها فلوس كتير. فانت لازم مش اي صفقه يبقى ليها دعوه بالكوره. في ساعات انت اكيد وانت قاعد في البيت كده ده ازاي هنا وده ليه ومش ده لا. اشمعنى ده اخدت ده وما سبت ده ليه بقى؟ شفت؟ عشان اللي انا قلت عليه بس كده خلاص. حبيبي يا بوب. كابتن نادر طبعا بتشرفني وتنورني دايما. لو حابب تقول اي حاجه شرفني تنورني في التليفون، لكن انت طبعا هنا يعني لا انا شرف ليا ان اكون في قناه النادي الاهلي يا بوب. انت عارف يعني. وانت طبعا انت عارف انا شرف ليا ان اكون انت موجود معانا ونوضح حاجات بقى مهمه قوي لكل الجماهير والتساؤلات اللي جت. اعتقد رديت على كل التساؤلات اللي جت على صفحتنا على الفيسبوك. نظرتك الجميله بقى كده عشان ناخد السيلفي بتاعنا. يا عينيا ليك يا سلام. سلام يا بوب. يلا بينا. نورتنا يا كابتن نادر. ميرسي يا بوب حبيبي. ان شاء الله هنتابع معاك كده. تابع معايا بعد رمضان بقى. ماشي. بعد رمضان صبح ولا بعد شهر رمضان؟ يلا كده. اشكرك يا كابتن. ميرسي يا حبيبي ربنا يخليك. عرفتوا يا جماعه يعني ايه ايجنت او وكيل لعيبه او وسيط او نموذج؟ عرفتوا ان في فرق كبير جدا بين السمسار اللي بيلف وبين اللي بياخد موهبه ويأهلها ويشتغل لها علشان تبقى نموذج. اعتقد كان معايا النهارده نموذج ومصري، زي ما بنتكلم على اللعيبه بتنجح في الاحتراف، معايا نموذج مصري ناجح في توصيل الاحتراف. كابتن نادر شوقي اللي هيكون معانا دايما ومتعنا، اللي دايما ربنا يوفقك كابتن نادر، ودايما نتواصل على خير ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. الف شكر. شكرا يا كابتن. بعد الفاصل لسه مكملين فقره الكره الحلوه او الكره العالميه واحمد ناصر حجازي. يعني محمد اللي عنده مشكله بروح اقعد مع ستيف. فما عنديش مشكله. حبيبنا ستيف ده. يعني طبعا يعني بروح اقعد معاه مش عشان حبيبنا، عشان المدير الفني. فاهم. لا كويس. اما كان فلافي عنده مشكله في السعوديه كنت بروح اقعد مع المدير الفني. يعني ده طبيعي. بس الوكيل شغلته هو كده. تقابل مارتن يول تقول له يا كابتن مارتن ولا مستر مارتن اللاعب بتاعي ده لعيب مميز، فهل لا ما اقدرش اقول له كده. ما تقدرش تقول له كده. لا ما هو برضه هنا ما ينفعش الفاظك في الموضوع. طبعا. لا هنا ما ينفعش. لا ما ينفعش تقول انه مميز. انت مش في حته ان انت تحكم هو مميز ولا مش مميز. لا انت تحكم ايه؟
هو اللعيب بتاعي ناقصه عشان يلعب؟ ايوه. هو اللعيب بتاعي رقم كام؟ هو يعمل كده عشان يعمل كده؟ هو طب انت مش عايزه ندور له حاجه ثانيه؟ ليه فرصه في البقاء ولا نشوف له حاجه ثانيه؟ ما بتكلمش على عماد، انا بتكلم عامه. لا ده في العموم، بتكلم عامه، ده في العموم. يعني هي دي اللغه اللي بتتقال. ده في العموم. يعمل ايه عشان يبقى اقوى؟ يعمل ايه يعني محمد هاني مثلا يعمل ايه عشان يبقى رقم واحد؟ ده حديث طبيعي على فكره، ده صحي اللي انا بتكلم فيه، ده حاجه صحيحه بقى. طبعا بس طبعا بس مرفوضه بقى. احترافيه بقى. بس مرفوضه بقى، يعني انا بقول لك مرفوضه لكذا سبب. ما عندناش احنا الثقافه هنا بقى الثقافه بتاعتنا كلها. انت داخل انت داخل تعمل شغل. انت لا مش داخل اعمل شغل، انا داخل اشوف اللعيب بتاعي عامل بس. فدي برضو طبيعي جدا. ده حاجه طبيعيه جدا، هنا مش موجوده. لا في حاجات كتير مش موجوده يعني. بس احنا بص، انت عارف اقول لك حاجه مش عارف هتوصلك ولا لا. موضوع الاكاديميات اللي موجود في مصر ده، خد مني اللي انا هقوله لك ده. الاوروبيه؟ خد مني الكلام هقوله لك ده انا بسمعه. اللي موجود في مصر ده هيفيد الكوره المصريه كمان مثلا 10 سنين. لان الناس اللي انا بتكلم عليه اللي هو مش طبيعي هيبقى طبيعي. البني ادم اللي هو في ثقافه، فكري بيتغير طبعا. بعد كده العيال بتطلع دلوقتي عندها 16 سنه ما عندهاش مشكله، بتدرس وبتاع. طب انت عارف انا جاي لي مثلا بتاع 4 5 تليفونات على اولاد صغيرين عندهم 17 سنه موجودين في المانيا وفي اسبانيا وبتاع، وعايزين حد وايه شغالين بيلعبوا. ايوه يعني بيلعبوا، عايزين بقى حد معاهم في ظهرهم. فاهم قصدي؟ طب ما ده اسهل لي، يعني ده واحد موجود اوريدي بره وممكن يكون معاه الجنسيه. فاهم قصدي؟ فبقول لك الحاجات دي ممكن انت مش شايفها دلوقتي، لكن كمان 5 سنين هتشوف التاثير بتاعها. ممكن يكون واحد في اكاديميه كذا يروح النادي الاهلي بعقليه ثانيه خالص. فاهم؟ العقليه بتختلف والثقافه بتختلف. عشان كده بقول لك احنا رايحين، بس رايحين امتى بقى؟ لسه شويه، حبالنا طويله شويه. في كل حاجه، حبالنا في كل حاجه. بس احنا اتمنى ان احنا نكون على الطريق الصحيح. اتمنى يعني احنا وصلنا اول كاس الامم الحمد لله، ابتدينا نرجع تاني. كاس العالم اتمنى ان احنا نروح، وانا متفائل جدا ان احنا نروح. وده هيفيدك طبعا في الكوره المصريه. وجود ماكليش اما كان موجود ومارتن يول وكوبر، الثلاثه دول هيفيدوك. لان هم عندهم اوريدي خبره دوليه. قعدت مع كوبر ولا مره خالص لان لما ماسك كنت انا في بلجيكا. ودلوقتي ممكن اقعد معاه قريب، ما عنديش مشكله. ماكليش انطباع عن الكوره المصريه يا فندم؟ ماكليش انطباع عن الكوره المصريه. ده بيقول ان هو دوري كويس جدا وفي لعيبه كويسه جدا. هو شايف انه نجح ولا ما لحقش يعمل حاجه؟ ما لحقش يعمل حاجه ولا يعمل هو شايف لا ما لحقش طبعا. لا ده حسب من الكلام معاه، لا ما لحقش. ما لحقش. خلي بالك ممكن يكرر التجربه تاني في الدوري المصري. لا هو عايز يجربها في اول بني ادم بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه. المواهب شويه في الكوره المصريه بتقلق منهم شويه لان لينا تجارب كتير. فانا ابتدي اخدها واحده واحده. فاهم؟ عشان ايه بس ايه ما نعيدش القاره تاني. تمام. فمن كتر ما انا بتعامل معاه كل يوم بشوف هو بالعكس، اما ابتدي اخد دروس انجليزي ابتديت افهم. فلوس، لا انا مش عايز فلوس. طب نادي صغير نادي كبير اللي نشوفه ساعتها في واحد ناضج بيكلمك، مش واحد صغير. يعني انت رمضان ده دماغه توزن يعني بلد. فاهم؟ فدي بالنسبه للشخصيه والموهبه او الظاهره. الظاهره دي ظهرت امتى؟ السنه اللي فاتت وتالقت السنه دي، صح؟ كويس. او السنه اللي قبل اللي فاتت شويه يعني حطت رجليها على الطريق السنه اللي فاتت بشكل خلاص بقى مقنع. السنه بقى ظاهره مقنعه لنادي كبير ياخده. طبعا. كويس؟ هل بقى احسن له ان هو يروح نادي كبير ولا احسن له يروح نادي صغير ويبتدي؟ دي كلها ما تقدرش تقول عليها حاجه دلوقتي الا اذا مسكت حاجه في ايدك. هتمسك حاجه في ايدك؟ ان شاء الله تمسك حاجه في ايدك. كويس؟ الدوريات كلها ما عدا الانجليزي سنه. يعني حتى لو حد قال لك ليستر جايين يتفرجوا عليه ولا ستوك جايين يتفرجوا عليه ولا يعني اللي بيتردد دلوقتي لليستر سيتي عينيهم على رمضان صبحي وستوك. وبيقولوا ستوك برضو. خليهم يجوا يتفرجوا مفيش مشكله، بس احنا مش هناخد الريسك بتاع الورك بيرميت اللي هو ورق العمل. انت ورق العمل بتاعك انت ممكن تعمل العقد بتاعك وبعدين باسبوعين يقول لك انت ما خدتش الورق العمل بتاعك. فاهم قصدي؟ فليه؟ يعني فاهم قصدي؟ طب ما نشتغل في اسبانيا شغالين، ايطاليا شغالين، اي حاجه انت سمعتها هو اوريدي كان في شغل معاه، بس مش حاجه رسميه اقدر اقولها لك. هي مجرد اهتمامات من الطرف الاخر. ما هو لازم يكون فيه اهتمامات. واحد ظاهره ولاعب لعيب كويس ومحمد صلاح متالق وعايزين نجيب واحد زيه. طب هنجيب مين؟ ما هو ده. هو في حد تاني؟ انت شايف ان في حد تاني؟ لا وبصمته مختلفه. حاجه تانية. بصمه رمضان انا بقول لك ظاهره حاجه تانية. رمضان حاجه تانية. رمضان طبعا الله اكبر عليه جسم يشتغل في انجلترا عادي ما عندوش مشكله. مش الجسم هيقول لك مسنن وبتاع الكلام اللي هو لا سيبك من الهجص ده.
يعني مفيش الكلام ده. الواحد بيسمع لا بيعرف يقف على الكوره. بص عنده رمضان عنده كذا ميزه، عنده فيجن وعنده بيعرف يقف على الكوره وبيعرف يعدي، عنده حاجات كتير. يعني حتى لما كنت قاعد اول امبارح مع مكليش صادفني كنت قاعد معاه يعني، قلت له مين قال لي رمضان. قال لي رمضان هو رقم واحد. هو يعني انا ما اعرفش مكليش على فكره، انا رحت قابلته كده صدفه في الشارع. كل ما تجيب سيره حد تقول لي ما اعرفوش. لا ما عشان بس ما حدش يقول لك ان انا جبته. أيوة. انا ابعد نفسي. انت بقيت تحرص قوي يعني. انا طول عمري بحرص لو حد جاي، لكن حد ماشي لا، لان انا واثق من اللي ماشي ده مين. لكن اللي جاي ممكن يكون متالق بره بس ما يتالقش عندي. قعدت مع مكليش قبل ما يمشي. قعدت معاه. قال لك ان اللعيب اللي ملفت قوي في الدوري المصري رمضان صبحي. رمضان ومحمد هاني كمان. ومحمد هاني. قال لك محمد هاني ده هيبقى حاجه جامده جدا. والجون الشناوي اتكلم عليه كويس. وكان بيتكلم عن كهربا كويس برضه يعني. اتكلم عن كهربا كويس جدا. وقال لي عشان كنت انا في بلجيكا رحت جراس هوبرز قعدت. فقال لي هو ايه اللي حصل عشان اعرف ناس بتوع جراس هوبرز يعني. فقلت له حصل طبيعي عدم التاقلم، يعني ده حاجه طبيعيه. لكن هل ينفع يطلع تاني؟ طبعا ينفع يطلع تاني. يعني كهربا لعيب مميز جدا جدا، وان شاء الله ممكن طالع كهربا الفتره الجايه عنده عروض. بص لا ما عندوش حاجه، بس انا بقول لك ممكن يطلع. وخلي بالك مش ممكن ما يكونش اوروبا خالص. طب هو كان عنده رغبه ان هو السنه اللي فاتت كان يتحرك او اول السنه، هل الرغبه دي لسه موجوده؟ انا متاكد من اللي انا بقوله لحضرتك. ما خليني بقى بص، اصل الموضوع بتاع نادي الزمالك ده تمام موضوع شائك قوي. يعني انا ممكن اتكلم عادي وطبيعي بعد كده تحصل مشكله، فبلاش نتكلم على القصه دي خالص. خلينا في حالنا احسن. هو لسه عايز مستمر مع نادي الزمالك. بس عنده شرط جزائي. ما اعرفش. انا اعرف ماشي. طيب فرمضان بقى عشان نرجع تاني لقصه رمضان. كل سنه وانت طيب. الله ينور. يمكن بقى ربنا يفتحها علينا في رمضان ان شاء الله. انا واثق النادي الاهلي برضو مش هيعارض خالص في قصه رمضان. انا عندي ثقه بس بالسعر المناسب. ما هو الحديث بقى اللي النادي الاهلي مش موافق، لا الناس تطلع تقول لك لو جه العرض يليق بيه ويليق بالنادي احنا لا ده طب انت سمعت الحته بتاعت ان حسام غالي قعد مع رمضان صبحي عشان يقنعه يقعد في النادي الاهلي؟ سمعتهاش دي؟ انا حتى لو سمعتها طب ما سمعتهاش؟ يعني لا، ما احنا خد بالك الدراما عندنا عاليه. او حسام غالي يعني بيعمل التشكيل بتاع النادي الاهلي. الدراما عندنا عاليه قوي قوي. الناس قعدت مع مارتن يول خالص ولا ما قعدتش؟ لا ما قعدتش. ما حصلش شرف يعني. بس غالبا هقعد معاه قريب يعني. اكيد هقعد معاه. طبعا احنا عندنا عماد وعندنا حسام وعندنا رمضان ومحمد هاني، فاكيد بره سهل ان انت تقعد مع المدير الفني. حقك انت تقعد مع المدير الفني. هنا لو انت طلبت تقعد مع المدير الفني ما اعتقدش ان هي هتتاخد بالاسلوب الصح. فاهم قصدي؟ بس في الاهلي الناس يعني انت لو عندك طبعا انت لو عندك مشكله مع اللعيب بتاعك، انت اول حاجه بتعملها انت بتتكلم. يعني انت انا لعيب وعندي وكيل وعندي مشكله، بكلم مين؟ بكلم وكيل. طب اقفل لي موضوع رمضان بس. عايز ايه طيب؟ ما وصلتش فيه لحاجه. طب اسالني وانا ارد. في عروض قائمه دلوقتي لرمضان؟ يعني بالاخر الموسم الجاي ده ممكن نشوف رمضان بره ولا في الاهلي، ولا لسه ما تقدرش تحكم؟ 95% بره. 95% بره. رمضان صبحي ان شاء الله يجي له عرض كويس جدا ويكون موجود في دوري بره. طيب ال 95% دول بالثقه دي نقدر نسمع اسم دولي؟ اسم دولي مش عايز فريق. لا طبعا. لا طبعا. مفيش الكلام ده. حلو. لكن في شغل في الدوري الاسباني، في شغل في الدوري الالماني، في شغل في الدوري الايطالي. ايطاليا، فرنسا، هولندا كمان. هولندا مهمه جدا. هولندا بلد مهمه جدا جدا للسن بتاعه. طبعا. ساعتها بقى لما تيجي العرض نبتدي نشوف بقى ده احسن ولا ده، بس انا طبعا 95% بره ان شاء الله. طيب. بتقول لي ممكن لما يبقى في حاجه احب اقعد مع المدير الفني. هاخد لك مثلا من زاويه عماد متعب وانت وكيله، يعني ممكن تقعد مع مارتن يول تقول له انت عينك على عماد، هات لي كاميرا عليه كده وهو بيضحك كده وفهم السؤال. فهم السؤال قبل ما اقوله. بضحك لسبب لان انتوا فهمتوا السؤال طبعا. طبعا حصل ان انا اتكلمت مع عماد في حاجه زي كده. بس تراجعنا، يعني قلنا لا ما حدش هيفهم القصه دي. يعني بغض النظر يعني ما حدش هيفهم ان انت جاي تعمل ايه. ما دي احترافيه ان انت تقعد تختلف. وبعد كده محمد هاني كنت لسه بتكلم معاه قلت له انت ربنا بيحبك لان انت طالع في وقت الدنيا هاديه شويه في البوزيشن ده. يعني عمر جابر طلع في وقت ما كانش فيه هزار، كان في احمد فتحي وكان في محمدي والاثنين قتله. فاهم قصدي؟ كان يعني بيتظلم. لكن انت طالع في وقت دلوقتي لا، يعني خلاص انت دلوقتي كمان سنه ان شاء الله تبقى انت رقم واحد او رقم يعني
احنا اول يعني واحد او اثنين. فدلوقتي هو بعيد خالص عن المنتخب، اتاخد مره. لكن محمد هاني ستايله اوروبي، محمد هاني باك رايت اوروبي جدا. عشان كده بقول لك حتى لما لعب ماتشات قليله مع النادي الاهلي، لكن بازل كان بصوا عليه. في نادي تاني في البرتغال بيبص عليه، في نادي تاني في سويسرا بيبص عليه، في نادي في المانيا بيبص عليه. هو في ناس مع دول انا معلومه طبعا وما يهمنيش اسم النادي. لا يعني ما اقدرش اقول لك اسم النادي. وانا طبعا انا عارف اتعامل مع مين وبتكلم مع مين. انت دايما بترجع للنادي وتشوف مصلحه الاثنين والطرفين يعني انا عمري في حياتي ما ضريت النادي الاهلي، بالعكس انا اكتر واحد جبت النادي الاهلي فلوس. ولا عندك مشكله مع اي حد اتعاملت معاه. ما انا ده اصل دي سيره خالص، دي سيره. نادي امبي دخل اكتر فلوس دخلت له محمد وما خدش منهم ولا مليون. نادي الزمالك اكتر فلوس دخلت له من عمرو زكي في اعاره وما خدش فلوس من نادي الزمالك. اكتر فلوس دخلت النادي الاهلي دخلت من فلافيو وما خدش فلوس من النادي الاهلي. انا دايما بحب ان الفلوس تخش للنادي ويستفيد بيها كنادي مصري كعمله صعبه. فاهم؟ هناك احنا انت مع الطرف هناك هنتصرف معاهم بقى مفيش مشكله خالص. لكن هنا لا، خد حقك تالت ومتلت. مع انك حقك انك تاخد منه. ما انا عارف ان هو حقي، بس انا عمري ما عملتها خالص. بالعكس. وبعد كده انت في زمن دلوقتي انت عايز تعمل اصابه، فانت عندك لعيبه طلعهم بقى، يعني فاهم قصدي؟ طلعهم بقى خلاص، انت كسبت خبره. فعشان كده بقول لك النادي الاهلي اكتسب خبرات ونادي الزمالك اكتسب خبرات، واحنا كوكلاء اكتسبنا خبرات برضه. فاهم قصدي؟ يعني احنا كلنا اكتسبنا خبرات طبعا. وارجع اقول ان محمد صلاح والنني وصلوك لحته مهمه جدا، ان انت ممكن تلعب في احسن انديه في العالم. الاول كان عندنا علامه استفهام. فاهم قصدي؟ دلوقتي هم بيلعبوا، واحد بيلعب في روما واحد بيلعب في الارسنال، طبعا بغض النظر عن حسام وميدو اللي لعبوا في توتنهام، فاهم؟ واحمد حسن لعب في اندرلخت لكن هم خلاص وصلوك ان انت تقتنع ان اللعيب المصري ممكن يلعب في اي حته في الدنيا. سهلوا عليك. في جيل كده وقع، فاكر؟ في جيل كده وقع وكنا خلاص ما كانش عندنا ولا محترف تقريبا لو فاكر. هم علوا خلاص الطموح بتاع اللعيبه اللي موجودين. فاتمنى ان اكتر من واحد يطلع طبعا. ده محمد هاني. بس هو خدك محمد هاني ولد محترم جدا. طب لا جدا يا سلام يعني. لا او محمد هادي عنده خبرات اكتر من سنه، مش مستعجل. ما احنا بنشوف بص ده بيبان في التعامل وبيبان، لا احنا برضه بناخدهم هم لينا نظره واحنا وهينفع في اوروبا جدا وبكره تقول نادر يعني. المانيا في اوروبا بقى. طيب مع بعض وهنتابع هنروح من بعض فين؟ ان شاء الله ان شاء الله. الحديث لا ينقطع عن رمضان صبحي. انجلترا، ايطاليا، روما، اسبانيا. وانت اتكلمت معاه في موضوعيه في مداخله تليفونيه. رمضان صبحي والاحتراف، ايه الكواليس؟ رمضان صبحي هو ظاهره، خلينا نتكلم ان هو ظاهره طبعا. كويس. موهبه محترمه وموهبه محترمه. وانا كان عندي تخوف شديد في الحته بتاعه المنتاليتي. لكن صراحه مع التعامل مع رمضان حسيت ان هو طبعا اول حاجه اوروبا، بس بعد كده في اللي هو تونس والشمال افريقيا. يعني هو بيفضل شمال افريقيا عن الخليج دلوقتي. وده يديك الحته بتاعت ان هو مش هيوصل الفلوس قوي. هو عايز يعمل حاجه، عايز يرد على يعني فاهم قصدي؟ عايز الحته دي. هو حاسس ان هو ما وفقش هنا، فبالتالي عايز يعني يمحو الشكل ده بوجوده في مكان كويس برضه في نفس المنطقه. في نفس المنطقه عايز يعمل كده. لا من الحديث معاه يعني. لكن الناس دي لما تيجي مصر بتفيدك، فاهم؟ بتفيد اللعيب المصري. الاجانب مميزين جدا في الحته بتاعت البدني، خلي بالك كويس. انا ما بفتيش، انا بتكلم في حاجه انا اوريدي عارفها يعني. فالمدارس دي مهمه جدا، والمدارس دي هتفيد الكره المصريه جدا. بغض النظر بقى انت حبيته ما حبيتوش ماليش دعوه. مفيش لعيب من اللعيبه اللي معاك يخليني في الصغيرين يقول لك انا عايز نفسي العب اروح في الحته الفلانيه، يعني يقول لك ايه لو جت الحته الفلانيه دي. قصدك في الانديه الكبيره والانديه الصغيره؟ اصل عندي من كل لون. انت شوف انت عايز ايه. مثلا خلينا في رمضان ومحمد هاني. مثلا رمضان لك ايه بس انا طبعا النادر لو كان مثلا يعني برشلونه او الدوله الاسبانيه او اتلتيكو انا حابب بقى طبعا. رمضان يقول لك مثلا حابب العب فين؟ رمضان بص، رمضان حابب يلعب في الارسنال وبعد كده ريال. فاهم يعني؟ هو دماغه كده، وهو مش بعيد عن كده. خلي بالك رمضان مش بعيد لو هو ركز التركيز الصح وما سمعش كلام حد وما هو على فكره كويس قوي انه ما بيقراش جرايد ولا اي حاجه ولا بيفتح سايتس ولا اي حاجه. هو بيحب تويتر قوي ولا بيحب البتاع الانستجرام وخلاص. لكن ملوش ما بيقراش جرايد، ودي حاجه كويسه. اللعيب دي حاجه كويسه. لكن هو عايز ياخد السكه دي، وهو مؤهل انه ياخد السكه دي. ومحمد هاني برضه هياخد السكه دي. يقول لك انا نفسي اروح فين، او انا شايف نفسي انا ممكن الدوري الاسباني. بس خلي بالك رمضان عايز يلعب في انجلترا،
حابب الدوري الانجليزي جدا وعايز يلعب في انجلترا قوي. انا شايفه في اسبانيا قوي. انا شايفه في اسبانيا. الناس البارتنرز بتوعي بتوع انجلترا اللي هم الشركاء بتوعي قال لك ده انجلترا. يعني بص انا الوحيد اللي بقول اسبانيا. كل الناس عايزاه انجلترا. فاهم؟ لان بقول لك زي ما بقول لك جسمه ووقفته مش عايزه يخش في الوعك على طول، عايزه يخش في اللعب الايه؟ واحده وهيروح اللي هو عايزه. والجو بتاع فاهم قصدي؟ برضه اسبانيا جواها زينا. فانا احب، انا لو سالتني انا احب رمضان يا فين اقول لك احب في اسبانيا. اول ستيب في اسبانيا او هولندا. شوف بقى الاثنين يعني يا ده يا ده. شفت انا عرفت الترتيب ازاي؟ انت شفت؟ ده رغبتي انا، اللي هيجي ما اعرفوش. طبعا بس ايه اللي ناقص عند اللاعب المصري عشان وانت كده بتقدم السي في بتاعه تقول انا جايب لاعب مميز ومكتمل للاحتراف؟ بص السي في لازم يكون، يعني مش عارف ارد على السؤال ده قوي لان هي مختلفه على حسب النادي، على حسب الدوري، على حسب البني ادم اللي انت بتتعامل معاه هناك. لان خلي بالك مش كل الصفقات ليها دعوه بالكوره. حط دي تحتيها 50 خط. يعني مش كل الصفقات ليها دعوه بالكوره. مالهاش دعوه. لا افهمها. ليه؟ مش واضحه ولا؟ يعني مش واضحه بالنسبه لي. يعني ممكن يكون لعيب مميز بس تاخد الاقل منه شويه.